كان أيوب عليه السلام نبيا من أنبياء الله المرسلين، وقد اشتهر بين قومه بالتقوى والإيمان الصادق والصبر العظيم على الشدائد. كان يمتلك الكثير من النعم من أموال وأولاد ودواب، وكانت حياته هانئة مريحة. لكن أراد الله أن يختبر إيمانه وصبره، فسلبه كل ما كان يملك، فابتلاه بذهاب أمواله وموت أولاده وإصابته بمرض شديد لم يترك جزءا في جسده إلا وأصابه. وحتى أصدقاؤه وأقاربه ابتعدوا عنه، وظل زوجته وحدها ترعيه وتسعين في خدمته. برغم كل هذه المصائب، ظل أيوب عليه السلام صابرا محتسبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. لم يشتكي من البلاء، بل ظل يثني على الله ويذكره في كل حالاته، يدعو الله أن يكشف عنه الضر ويحفظه من الشيطان. طالت مدة البلاء، لكن إصراره على الذكر والعبادة لم يتغير، حتى إن الله تعالى استجاب له، وأمره بضرب الأرض برجله، فنبع ماء بارد ليغتسل به ويشرب منه، فيشفى بإذن الله. وفجأة استرد كل ما فقده بصبره وإيمانه، رزقه الله بأموال جديدة وأولاد بدلا من الذين فقدهم، وازدادت نعم الله عليه. وكان هذا درسا لقومه ولجميع المؤمنين بأن الصبر والاحتساب لله يؤتيان بثمار عظيمة، فلا تمتحن إيمانك لأمر دنيوي، فكل شيء بيد الله يعود. المغزى من القصة: يعلمنا صبر أيوب عليه السلام أن الإيمان يقتضي الصبر والثبات في مواجهة الابتلاءات، وأن الله لا يضيع أجر الصابرين.